مرحبا، اليوم إن شاء الله راح نقدم وصفة من المطبخ اليمني، هي زربيان عدني. إن شاء الله بتعجبكم الوصفة وبتمنى إنكم تجربوها. هون أخذنا 3 ملاعق كبيرة زيت، وحطينا 4 بصلات كبيرة الحجم. فيكم تختاروا بصلة حمراء، أنا اخترت البصل الأبيض. رح نقطعه شرايح يقلي في الزيت حتى يكون اللون ذهبي داكن. نجيب الخلاط، نحط فيه كوب لبن أو زبادي مع 5 أو 6 ثوم، مثل ما بدكم. هون البهارات انتو حرين، أنا أخذت ثوم باودر وبصل باودر حسب رغبتكم، مع زنجبيل باودر، بابريكا، ملح، بهارات مشكلة، كركم، روزماري، فلفل أسود وهيل حب. بنحطهم في الخلاط. هون رح ناخد ثلثين من كمية البصل، ونخلي الثلث الثاني للزينة من فوق. هون البصل أنا ما حبيت يعني خليه لبين ما يسود، لا خليه اللون ذهبي أحسن داكن، وانتو حرين على حسب رغبتكم طبعا. أخذنا كاس إلا ربع مي، ضربناهم كلهم في الخلاط ويطلع هيك الشكل. ما بتتصوروا قديش الريحة طيبة بصراحة. نحنا بلشنا ناكل فيها قبل ما بصور الطبق النهائي. هون في نفس الزيت، لأنه احنا ما كترنا زيت ذاتا، بكفي 3 ملاعق كبار. حطينا فخدتين دجاج بعد ما نظفناهم، وحطيناهم في الليمون مشان تروح الزنخة تبعت الدجاج. هون بنقلبهم وش وقفا في الزيت. بالنسبة للبطاطا أخذت أنا كمية صغيرة، يعني شي 4-5 حبات. قسمتهم على 2 لأنه الحبات البطاطا صغيرة، انتو بتقسموها مثل ما بدكم. قليتهم في الزيت نص قلية، لأنه بدهم يستووا مع الدجاج مشان ياخدوا طعمة البهارات والدجاج. عن جد هاي الوصفة كتير سهلة، كتير كتير سهلة وطعمها رائع. رح نحط الخلطة على الدجاج والبطاطا. هون قلبناها شوي مع بعض، حطينا ورق غار، ورق الغار كمان مثل ما انتو بدكم. حطينا كمان كاسة مي، فيكم تحطوا مي سخنة مي باردة مثل ما بدكم. انا حطيت مي باردة مشان نخلي مجال للدجاج يستوي والبطاطا تكمل نص السوا تبعيتها. هون في طرجرة تانية أخدنا 3 عيدان قرنفل، حبتين هيل، ومع ورق غار، متطيبات صغيرة وخفيفة، يعني ما بدنا نكتر بهارات كتير مشان ما تصير يعني قوية كتير. حطينا مي سخنة مشان نأسرع في الرز، في سلق الرز. هون حطينا الرز الكمية اللي انتو بدكم اياها حطوها. انا بالنسبة الي حطيت كمية على حسب الافراد عيلتي. بس بالنسبة للرز، الرز هون غسل فقط، لانه راح ينسلق غسل فقط، مو لازم نقع، مشان نعطيه مجال انه يستوي وما يتكسر معنا بعدين لما نحطه في المرحلة الأخيرة. هون راح نسلقه نص سلقة بس، لانه راح نضيفه فوق الدجاج بعدين. هون الطنجرة تبعيتنا خلاص غليت، الدجاج استوى مثل ما انتم شايفين. حطينا 1 فلفل
بدكم تحطوا 1 فلفل حر، بدكم تحطوا 1 فلفل حلو، على حسب رغبتكم وعلى حسب ذوقكم. صفينا الرز، حطينا فوق الدجاج والمرقة. راح نحط الرز كله ونوطي في هاي المرحلة، بنوطي الغاز شوي لبين ما ياخد مجال على مهله، مشان يكمل يستوي الرز، لانه الرز مثل ما خبرتكم من قبل انه هو نص سوا. في المرحلة هاي كزينة ومنعطي طعم كمان للرز. ما بتتوقعوا عن جد طعمة الوصفة هاي فظيعة فظيعة فظيعة، كتير طيبة. يعني انا عملتها قبل هاي الفيديو 3 أو 4 مرات. حطينا بقية البصل المقلي، راح نوزعه هيك على الطنجرة كلها مثل ما انتو شايفين هلا. انا هون الكزبرة ما عندي فريش، عندي مثلجة. على فكرة هم هي انا غسلتها وقطعتها، دايما بحط هيك للاطباق اللي لازم تكون فيها كزبرة. سو ما بتفرق ابدا. هذا الطعم والشكل النهائي.